أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون لمحبين التونة، وهي سلطة التونة. بتمنى طريقتي في عملها إنها تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل، ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا القناة إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أنا استخدمت علبتين من التونة، صفيتهم من المي كتير منيح، ضفت عليهم بصلة مفرومة، وراح أضيف كوب من الذرة، وراح أضيف حبتين جزر مبشورين، وضفت هون مخلل خيار وقطعته بهذا الشكل، راح يعطي نكهة خرافية للسلطة. وهلأ راح أضيف حبة من الفلفلة الصفرا، ممكن تستخدموا أي لون متوفر عندكم، وراح أضيف كوب من البقدونس المفروم. هلا رح نعمل الصوص اللي راح نضيفه على السلطة. في عندي هون 4 معالق كبار من المايونيز، راح أضيف عليهم ربع كوب من زيت الزيتون، وراح أضيف عصير ليمون، وفي عندي هون بودرة بصل وبودرة ثوم، ومعلقة من الفلفل الأحمر المطحون، وراح أضيف رشة من الأعشاب المجففة، ومعلقة صغيرة من الملح. وراح أحرك الصوص كتير منيح لحتى هيك يتقل قوامه عندي شوي. بعد هيك راح نضيف الصوص على السلطة. وهلأ أحرك السلطة كتير منيح بهدوء لحتى ما تتفتت عندي قطع التونة. هاي الوصفة جدا فيها فوائد غذائية وطعمها لذيذ، وخصوصا للي بيحبوا التونة كتير راح ينبسطوا عليها. وهذا الشكل النهائي عندي لسلطة التونة. بتمنى وصفتي لليوم إنها تكون نالت إعجابكم، وبتشكر كل حدا كمل الفيديو للآخر، وبشكره جدا على حسن المتابعة. إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة.